الرحمن الرحيم. كلمة بمناسبة 10 محرم استشهاد الإمام الحسين أبا عبد الله رحمه الله وادخله فسيح جناته. نعزي الأمة العربية والإسلامية والشعب العراقي باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. والإمام علي عليه السلام استشهد في يوم عاشوراء بعدما قاوم المشركين والكفار وانتصر عليهم، وفئة قليلة بعون الله غلبت فئة كثيرة، وكان عنده 70 رجلا وهم بالآلاف، ولكن انتصر عليهم. وبعدما انتصر عليهم جاء الشمر يزيد بن معاوية لعنه الله المشرك الكافر اليهودي وضربه بالسيف وقطع رأسه، وظل الإمام الحسين عليه السلام نبراسا وشعلة تضوي في كل العالم وأرجاء المعمورة دفاعا عن الدين الإسلامي وعن العرب والمسلمين، وحمى الديانة وحمى شرف وأعراض الناس من الكفار والمشركين، وقاومهم بكل قوة وصلابة دفاعا عن أرض الوطن. واستشهد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، ودفن في كربلاء المقدسة رحمه الله، وتغمده الله برحمته الواسعة وادخله فسيح جناته. وبارك الله بكل من شارك في العزاء والأكل وحماية الزوار، ولهم الأجر والثواب. والفاتحة على روح الإمام الحسين عليه السلام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على روح الإمام الحسين الشهيد رحمه الله وادخله فسيح جناته. إنا لله وإنا راجعون، وإن شاء الله يدخل الجنة. ورحم الله كل من معاه في المعركة. هذا ولكم الشكر وطلب المشاركة واللايكات.